لو سألت أي حد مين هي أكتر بلد بتطلع مواهب، الكل هيجمع إن هي البرازيل. طب ليه نفس البلد دي بقت بتقع في كل البطولات؟ الإجابة بسيطة، وهي العقلية. تعال أحكي لك. النهاردة هقول لك على 6 نقاط ليه مخليه المنتخب البرازيل رغم المواهب اللي عنده دي مش قادر ياخد ولا بطولة لحد دلوقتي. وأول نقطة معانا هتبدأ إن اللاعب البرازيلي بيصدق نفسه بسرعة جدا، وهو بسبب إن أول ما اللاعب البرازيلي يطلع شرارته بس في الموهبة الجمهور يرفعه للسما ويبدأ يعيش دور النجم وهو لسه أصلا مشروع لاعب. وبدل ما يشتغل على نفسه يشوف ايه اللي ناقصه، يشتغل على القصات والتاتوهات والسوشيال ميديا، والنتيجه اللاعب بيكبر في الشهره قبل ما يكبر في الملعب. ودي تكون اول نقطه. وخلينا نخش على تاني نقطه، وهي الحفلات اهم من التمرين. المشكله مش في الموهبه، المشكله ان اغلب اللعيبه بتعيش اجواء اللايف ستايل. نيمار نفسه واحد يعتبر من افضل مواهب عصره، يعتبر كان يمتلك موهبه حرفيا كانت ممكن تحط على لعيبه كتيره جدا زي رونالدو وغيرهم وغيرهم وغيرهم. السهرات والحفلات والتمثيل هي اللي طبعا بوظته ودمرته وخلته بدل ما يكون لاعب كبير واسطوره للبرازيل باعها على فريقه. وزي ما احنا شايفين سانتوس بتعاني منه بسببه. ودي تاني نقطه. وخلينا نخش على تالت نقطه، وهي الاحتراف المبكر كشف الحقيقه. اوروبا فتحت العقليه دي لما البرازيليين بداوا يسافروا بدري. بما ان اللاعب هناك مش منضبط مش مركز ولا ملتزم، الاوروبيين بيشتغلوا 10 سنين والبرازيل بيعتمدوا على ربنا والمهاره. وهديك مثال حي، عندك واحد زي فينيسيوس جونيور كان جاي من فلامينجو، كان حرفيا مكسر الدنيا وحرفيا راح ريال مدريد في 2019، ودي تعتبر اسوأ سنه لفينيسيوس جونيور. عندك برضو اندري كان كله متوعد له اللي هو بمستقبل باهر وهيكون نجم البرازيل، خليفه نيمار زي ما بيقولوا يعني. لكن اول ما راح لا حول له ولا قوه، اهتم بالفلوس واهتم بالشهره اكتر ما اهتم بالتطورات، واهتم بيشوف ايه اللي عنده ضعيف ويطوره. وخلينا نخش على رابع نقطه، مفيش قائد حقيقي للمنتخب. زمان المنتخب كان في 2002، مش هنروح بعيد يعني، كان عندك كافو وداني الفيش وليسيه وناس بتموت في الملعب. ودلوقتي اللعيبه بتاعت البرازيل اول ما يحصل ضغط تلاقيه بينهار وبيعيط. طب انا راضي ذمتك ده ينفع يبقى قائد منتخب؟ مفيش قائد ومفيش حد قادر يشيل الفريق. وخلينا نخش على خامس نقطه، وهي اللاعب بيهتم بنفسه اكتر ما بيهتم بشعار بلده. في اوروبا هتلاقي لعيبه كتير قوي تموت على الشعار. وهنروح بعيد ليه؟ زي النرويج مثلا، عندك هالاند يعتبر هو الاسطوره الحيه ليهم رغم ان هو ما عداش ال 25 سنه. لكن في البرازيل اللاعب بيموت عشان عقد جديد او اعلان جديد او صوره جديده، كل واحد عايز يبان بس ما حدش عايز يشيل اسم المنتخب مش زي لعيبه زمان. ونخش على اخر نقطه، وهي الموهبه غلبت الشغل والشغل غلب البرازيل. العالم اتطور، الكرة بقت سرعة زي الضغط زي التكتيك زي العقل. يعني مثلا عندك اللمسية، بالمناسبة حالة اللمسية فايتاك لو انت ما اتفرجتش عليها، اخويا مصطفى عامل شغل جامد قوي. ويلا نرجع تاني لحلقتنا. في اللمسية مثلا هتلاقيهم بيشتغلوا حاجات كتير قوي، منهم اهم نقطة عندهم وهي التيكي تاكا. لكن البرازيل للاسف عايشين لسه على اللاعب اللي هو بيعدي من 3 لعيبة ويحطها بالكعب. بس للاسف الكلام ده ما بياكلش عيش ولا بيجيب البطولات. بالبلدي كده البرازيل ما وقعتش عشان ما فيهاش مواهب، لا للاسف وقعت عشان ما فيهاش شغل ولا تهتم بالمواهب دي. والبلد اللي بتفضل تعتمد على الموهبه بس والابداع لا بتكسب ولا بتربح. وبس كده، دي تكون نهايه حلقتنا واتمنى تكون عجباك. وان شاء الله استنى اخويا مصطفى في حلقه جديده. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب او فولو حسب المنصه اللي انت بتتابعنا عليها. وبس كده، يلا سلام.